في يوم 9 من يوليو عام 2022 حصلت واقعة طعن في محطة مترو أنفاق في نيويورك سيتي. A teenager was stabbed to death. A 15-year-old boy has been charged with killing another teen on a subway. وفاة إيثان رييس أثرت جامد في ساعة موسيقى الدريل، وده خلى أخوه يشتهر أكتر، وكمان ظهرت رقصة على تيك توك كانت بتسخر من موته. بس القصة ورا اللي حصل دي أعمق من كده، لأن وراها حروب عصابات مميتة بتحصل في هارلم وذا برونكس. This moment where you started getting like a lot of traction. When my little brother died, when his death caught the attention of mad people. First time I heard Naughty, bro, he was like, I'ma be a rapper now. I was like, what are you talking about? ديفيد ريس اللي بقى معروف دلوقتي باسم ديدي أسامة اتولد واتربى في هارلم نيويورك، وكان عايش وسط 5 إخوات، بنت و4 أولاد، بس 2 منهم بالتحديد كان ليهم تأثير كبير في اللي هو عليه دلوقتي. من الإخوات دول كان إيثان اللي بعد كده الناس عرفته باسم آن عثمان، وكمان كان في جاي ستار بالا اللي هو الأخ الكبير بتاعهم. لما نيجي نحكي عن نشأة ديدي أسامة لازم نفهم قد إيه ناي واي كان مؤثر فيه. رغم إن الفرق بينهم كان سنة بس، كانوا شبه التوأم، بيعملوا كل حاجة سوا، اتنقلوا كتير من بيت لبيت في هارلم وهم صغيرين، ومع إنهم ما قعدوش في مكان واحد فترة طويلة، لكن كان دايماً شوجر هيل هو بيتهم الحقيقي. أمهم كانت شغالة في مجال العقارات وبتحاول توفر كل حاجة ليهم، وأبوهم كان مش موجود، بس كان عندهم زوج حاول يعوض الدور ده. ورغم كده كانوا دايماً سند لبعض، وكان دايماً في حاجة واحدة بيشتركوا فيها وهي حبهم لموسيقى الراب. بس قبل ما يدخلوا الاستوديو كانوا شافوا كتير وعاشوا صدمات بسبب البيئة اللي تربوا فيها. Outside, oh punch and push. Me and the bros bugging. Niggas is bugging when he was younger. ولما ديدي ونوتي وصلوا سن 12 و13 كانوا خلاص دخلوا في طريق الشارع، كانوا بيدخنوا حشيش وبيعملوا مشاكل، وكل ده وهم في شوجر هيل، وبيتبعوا عصابة اسمها OY. الأوي دي عصابة بيقولوا إن اللي أسسها راجل اسمه كانتري كين، وناس كانت بتعرفه بالشكل ده. بيشاع إنه كان تاجر مخدرات كبير، وكان ليه علاقات مع كل مغنيين الراب في هارلم، وهو كمان اللي ابتكر جملة Sugar Hill Get the Money اللي لسه بنسمعها لحد النهاردة. بس للأسف كانتري كين مات ومشافش شوجر هيل وهي بتشارك في مشهد الدريل. في يوم حد الصبح في 2018 حوالي الساعة 2 كان بياكل فراخ في مطعم لما دخل راجل ملثم وراح ضربه بالنار في دماغه. لحد النهاردة الشرطة لسه ما حلتش الجريمة دي، أو ممكن الشارع هو اللي حلها، بس ده كان موت واحد من سلسلة موت كتير، وكلهم هم السبب في النزاعات اللي شغالة في هارلم وذا برونكس، وده بيخلق دايرة ما بتنتهيش من الانتقام والكراهية. ديدي ونوتي اتربوا في الوسط ده، وزي كتير غيرهم فقدوا إحساسهم بخطورة اللي بيحصل حواليهم لحد ما حسوا ده على جلدهم، وساعتها الموسيقى كانت الحل. ديدي ونوتي وجار ابتدوا يغنوا راب في استوديو في بيت Not جدتهم. gonna lie, when I first tried music, I was 12. Yeah, I was there 12. بعد شوية جار بقى عنده مكان خاص، فطوروا المعدات وابتدوا يسجلوا هناك. جار كان أول واحد يغني ويبدأ ينزل مزيكا في 2020، بس ما ضربش وقتها. ده شجع ديدي ونوتي لأنهم كانوا شايفين أخوهم الكبير وبيتعلموا منه، ووقتها كمان بدأت تظهر أسماء تانية زي أوت بباي والسكر هيل دوت. أوتي بيبي كان عامل اسم لنفسه على النت وكان لسه صغير بس بيجيب مشاهدات كويسة. إيدا بيبي كمان كان بيفتح الطريق للجيل الأصغر وكان معروف شوية. لما شافوا نجاحه اتحمسوا يخشوا الاستوديو، وفعلا ظهروا معاه في كليبات قبل ما يبقوا مشهورين، وده فرق معاهم بعدين. بعدها نوتي بدأ يسجل أغاني والديدي تبعه، واتفقوا ياخدوا الموضوع بجد. لو هيعملوها للآخر، وكانوا مستعدين يكسروا أي حاجة في السكة، بس الطريق ما كانش سهل. It was nah, I wanna ride with y'all, all gonna go out, all just gonna go out. أول ما دخلوا الاستوديو كانوا عايزين يبينوا إنهم داخلة مشاكل من أولها مع إنهم صغيرين،
بس كانوا بيتكلموا في الأغاني زي الكبار وبيسخروا من موت Get out that أعدائهم. way. You or your homie get shot in your face. في أغنية ماذا تريد أن تفعل، نوتي سخر من كلوك وجماعته S.E. سايدا. وقتها كان كلوك بيكبر بسرعة وممكن يكون أكبر اسم طالع من The Bronx، بس ده ممنعش طفل 14 سنة يهاجمه. وفي أغنية تانية Dead Ops قالوا ممكن يضرب بالنار لو نط زي الأرنب، ودي كانت موجهة للWS. ولو مش عارف مين هم الوايز يبقى أكيد سمعت عن دي ثينج. دي ونوتي ودي دوت كانوا بيكبروا سوا وكانوا بيقولوا على نفسهم شياطين شوجر هيل التلاتة. Yo, we still the three demons. I don't give a fuck. Still the three demons. Naughty with us. Still with us. 3 demons still. أغانيهم جابت 100,000 مشاهدة، والناس كانت مصدومة من إنهم صغيرين بالشكل ده وبيتكلموا العنف ده كله. 100K 3 days. Like, what's next? Millions. Nah, real shit. Mills. Lexus Mills. بس الخلاف مع كي فلوك ودي ثينج ما كانش كفاية، لأنهم كمان دخلوا في مشاكل مع مجموعة اسمها 41. 41 مش عصابة، دي مجموعة مغنيين راب. 41 كانوا مرتبطين ببلوك وورك اللي كان عضو في OY زي دي والنوتي. المشكلة إن اتقال إن بلوك وورك بلغ على أصحابه وده زعلهم، بس الناس لسه كانت بتتعامل معاه، وده خلى نوتي وديدي يعملوا أغنية اسمها 44,000 بتسخر من 44,000 علشان علاقتهم بيه. وفي نفس الأغنية سخروا من واحد اسمه سميلي اللي كان تابع لOG، وواحد تاني من الوايز اسمه راج جي. سميلي كان عنده 17 سنة لما اتقتل بسبب خناقة على عجلة واتطعن 14 طعنة، وراج جي اتقتل وهو رايح جلسة تسجيل لما حد ضربه بالنار في أوبر وهو عند الإشارة. الأغنية كانت متسجلة بس ما نزلوهاش. قبل ما تنزل نوتي للأسف اتعرض لنفس المصير اللي كان بيسخر منه. 3 p.m., officers from Transit District 3 responded to a 911 call for a fight. Officers encountered a 14-year-old male bleeding from his stomach. في يوم 11 من يوليو عام 2022 الساعة 3 عصراً الشرطة استجابت لبلاغ عن خناقة، ولقوا طفل 14 سنة بينزف من بطنه. اللي حصل إن نوتي وديدي كانوا في هارلم. دي قال لنوتي إنه عايز يرجع للمنطقة، بس نوتي حب يكمل يتمشى. قرب محطة مترو 137 ستريت كوليدج، شاف كيلفين مارتينيز المعروف بكي دوت، وده كان عدو ليه. نوتي هو اللي بدأ وراح عليه بعصاية مكنسة. حصلت خناقة وضربه بالعصاية، بس كي دوت طلع سكينة وطعن نوتي في بطنه. نوتي حاول يجري بس فقد دم كتير ووقع. اتنقل لمستشفى مونت سيناي واتعالج بس مات. كان عنده 14 سنة. كي دوت اتقبض عليه بعدها بساعات وكان مصاب كمان. الشرطة لقت الأسلحة واستخدمتها كدليل وتوجهت له تهمة القتل. وفاة نوتي أثرت في شوجر هيل كلها، خصوصاً إخوته ديدي وجار. قال إنه ما بقاش عايز يغني، بس علشان يعرف قد إيه ده كان مهم لأخوه قرر يكمل ويحافظ على اسمه. You know, ever since his passing, you just stopped kind of caring about like being a rapper, like being famous. Like, it's not like that I don't care about it. Gotta do it. I mean, I gotta do it for bro, but it's just that I don't faze me. Like, money, the fame, all of this shit don't faze me. It don't feel like it's how I was supposed to feel. Gang, so I'm supposed to feel good about it. I ain't supposed to be with bro. It's not with bro, so I don't feel good about it. I'ma spin through the stuff, I'ma catch me behind me, catch me. Get left in the lobby, catch me. I'ma tell them to run, catch them. من اللحظة دي كل حاجة بقت مختلفة، وابتدوا يستخدموا شعار كل حاجة لنوتي. بس الخصوم ما ضيعوش وقت، و41 نزلوا أغنية اسمها نوتي بوب فيها رقصة تسخر من موته. الرقصة انتشرت على تيك توك والناس كانت بترقصها من غير ما يعرفوا إنها بتهين موته.
دوجي بي والسي سايد DOA شاركوا في الترند، وده زود شهرة نوتي بعد موته. ده يحس بتأنيب ضمير لأن موت أخوه خلاهم يشتهروا بسرعة جدا. God really just cursed me, gave me a gift at the same time, but وحس إنه لو ما سابوش في اليوم ده يمكن كان لسه عايش. دي نزل أغنيتين إهداء لأخوه جابوا ملايين المشاهدات، وفي نفس الوقت دي كمان نجح، وفضل هو ودي دوت ينزلوا مزيكا وشهرتهم بتزيد يوم ورا يوم. لكن حتى بعد موت أخوه دي ما كانش بريء تماما، ولسه كان بيسخر من موت خصومه. لما ماتي جي مات بجرعة زيادة، دي دوت ودي كانوا لايف على انستغرام بيحتفلوا على موته. المدينة كانت مولعة، رغم الشهرة والفلوس محدش فيهم كان آمن في منطقته. وبعد كام شهر دوت بيبي اللي كان أول واحد يديهم فرصة مات. بيتقال إنه انتحر، بس في ناس مش مصدقة. I still don't believe because I was with bro a couple days before that. My man's is lit. Why would he want the ops smoking on him, bro? My son is really a lit. He the first little in drill period from Harlem to the Bronx to be lit. He the first to get a deal and get 40,000. My son did not do that, bro. وفي كلام إن صاحبته سرقته. كل ده وديدي أسامة لسه بيحاول يوازن بين الشهرة والفقد. شركات التسجيل بدأت تكلمه وتعرض عليه فلوس كتير علشان يوقع عقد من غير حتى ما ينزل ألبوم. نقل أمه لبيت جديد بعيد عن العنف، وكان بيقول إنه عايز يشتغل مع ليل دورك وليل زاما. GOATs, I personally think it's GOATs in this rapping shit. Durk, Lil Osama. ضحك على الناس وقال عنده أغنية مع دورك وطلع بيهزر. Just know, Didi and Durkio coming real soon. بس بعدين فعلا دورك وزاما جابوه هو ودي دوت في حفلتهم. دلوقتي بيبيع حفلاته، بيعرض لبراند دريك، وبيتعامل مع فنانين كبار، وبيخطط ينزل أول شريط ليه السنة دي. حصل شوية توتر بينه وبين دي دوت لما رولينج لاود أعلنت إن دي هيغني في عرضهم. الناس قالت إنه زعلان، بس حلو الخلاف، وأكدوا إنهم هيكملوا المشوار سوا. دلوقتي وهم الاتنين في مكان يخليهم يكسبوا، نقدر نأمل إنهم يبعدوا عن المشاكل ويركزوا في الفلوس. من شوارع شوجر هيل لحد المسرح الكبير، هم فعلا عملوا كل اللي قالوا عليه علشان نوتي. Did out my brother. Who telling me what? Did out my brother. Do what you wanna do. Do what you love, gangster. If you wanna rap. You wanna do that. So I mean, do whatever you love. Keep your head up, gangster. Ain't a lot of shit going on.